اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لو كنتم من عشاق الاكلات الشهية الحرشة واللذيذة فانتوا في المكان الصح. النهاردة جبت لكم وصفة عربية اصيلة ومحبوبة عند الكل، يعني ما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل النهاردة مع بعض الفتة بتكات بسيطة هتودي طعمها في حتة تانية خالص. هنتعلم مع بعض ازاي نحضرها، بس عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للنهاية وما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الاعجاب لو عجبكم الوصفة. بس عايزين قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الوصفة. احنا اول حاجة عملناها هي ان احنا طلعنا اللحمة تفك، ولازم تفك من الدم لان في ناس بتعملها بيكون لسه فيها دم كده معرفش بيعملوها ازاي بصراحة، بس انا لازم اخليها تنزل دمها وتبقى صافية وميتها بيضة ونظيفة ما فيهاش اي حاجة. بعد كده بنحط معلقة زيت وحتة سمنة ونروح نازلين باللحمة بتاعتنا نشوحها كده. هو بعد كده ننزل بالبهارات: واحدة حبهان، واحدة كبابة صيني، 2 ورق لورا، رشة فلفل اسمر، رشة كزبرة. برضو هنشوحها كده بالبهارات بكل حاجة، عايزين نشم ريحة البهارات كده فيها، ونلاقي المكعب اللحمة اتغلف بالسمنة بالزيت. بعد كده ننزل عليها بمية سخنة تكون مغلية، لازم مية سخنة مغلية. ونبتدي بعد كده هنلاقيها زي كونت لنا كده ريم على الوش. بعد كده المية سخنة، فاول لما هتغلي هتلاقيها على طول طلعت الريم معاكي اهو. بالتدريج بنبتدي ان احنا نشيله. بعد ما هنشيل الريم هنلاحظ ان الشوربة عندنا بقت صافية. هنروح نازلين بطماطمايه وبصلايه متقطعة ومعلقة سكر صغيرة، ونغطي عليها ونسيبها تستوي على نار هادية. ونيجي بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. في حلة على النار نزلنا بشوية زيت ومعلقة توم، زي ما تحبوا بقى التوم، عايزينه في الفتة كتير حبة قليلين زي ما تحبوا، بس هي الفتة بتحب التوم. ونزلنا كمان بمعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، انا لسه طحناها فريش. ونبتدي ان احنا نقلب الكلام ده كله مع بعضه. بعد كده هننزل بتلت فنجان خل. هتلاقي الدخنة كده عملت بقى ريحة كده والروايح بدأت بقى تملى المكان كله. هنروح نازلين بالصلصة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نقلب، بس الصلصة احنا عايزينها تقيلة ما تبقاش خفيفة قوي. ويلا نروح للرز. حلة على النار نزلنا بشوية زيت ونزلنا بالرز اللي احنا غسلينه وشوحناه في الزيت كويس جدا لغاية ما الرزاية اتشوحت بالزيت. هنا احنا بصينا على اللحمة، بصوا الشوربة صافية وجميلة ازاي. هنسقي الرز بالشوربة بتاعتنا ونغطي عليه ونخليه على نار هادية. نيجي بقى نجهز الصينية القمر بتاعتنا. طبعا احنا محمصين العيش، جبنا بايركس حطينا فيه معلقة زيت معلقة سمنة وشوحنا فيه العيش اللي هو متحمص. وبعد كده نزلنا عليه ب3 معالق من الصلصة اللي احنا عاملينها لغاية ما الروايح كده تطلع ونبتدي ان احنا نشم. بعد كده كل ما تحس ان هي محتاجة صلصة اديها صلصة تاني، بس بحيث ان العيش ما يبقاش يعني غرقان، لا يبقى وسط يعني. بعد كده نديله شوربة. انا ما بحبش في العيش بتاع الفتة ان العيش يبقى بايش من الشوربة، لا بحبه يبقى وسط، يعني في سيكة كده قرمشة وفي نفس الوقت شارب من الشوربة واخد التطعيمة بتاعة الصلصة. تمام، احنا سقيناه بالشوربة. بعد كده هنرص الرز بحيث ان هو يغطي العيش كله والعيش ما يبقى الظاهر. وبعد كده نبتدي ان احنا نزينه بالصلصة بتاعتنا واللحمة وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة كمان عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الاعجاب لو وصفتي عجبتكم. واشوفكم في حفظ الله، مع السلامة.